الفلوس، المصاري، البيزات من أكتر الحاجات اللي بتخليكي أنت كبزنس أونر خايفة وحاسة إنك بتعملي حاجة غلط ومش عارفة تاخدي قرارات ومش عارفة كمان تمشي في أنهي دايركشن لما تكوني بتتكلمي في الفلوس. في الفيديو النهاردة أنا هديكي كل الأساسيات اللي أنتي محتاجاها كشخص عنده بزنس، حاجات لازم تكوني عارفاها. الفيديو دوت هيبقى مفيد جدا لو أنتي هتفتحي مشروعك الخاص أو لو أنتي عندك مشروعك الخاص. يلا بينا نبتدي. هاي، أنا اسمي سارة القاهري وأنا بساعدك إن أنتي تزودي المبيعات بتاعتك وتكبري الصفحة بتاعتك على السوشيال ميديا. أنا بزنس كوتش وكمان ماركتينج كوتش، عندي أكاديمية تسويق اسمها ساك ماركتينج، هتلاقيها موجودة تحت في البايو في الديسكريبشن، وفي عندي كورسز كتيرة جدا بتعلمك إزاي تكوني بزنس أونر ناجحة. في 4 حاجات احنا محتاجين ان احنا نبص عليهم ونركز عليهم لما نيجي نبص على المحتوى بتاعنا ولما نيجي نبص على البيزنس بتاعنا من ناحية الفلوس. فتعالي كده ناخدهم، انا مقسماهم ل4 سيكشنز، تعالي ناخدهم مع بعض كده سيكشن بالراحة. اول حاجة احنا هنحتاج نبص عليها كأي بيزنس هيتفتح ايه؟ هو رأس المال. اي حد عنده بيزنس يقولك ايه؟ انا عايزه افتح مشروع مش بيحتاج راس مال خالص، انا عايزه ما ادفعش فلوس ويجي لي فلوس. ده طبعا يعني ده حلم زي كل الاحلام الجميله اللي احنا كلنا نفسنا فيها، بس تعالي نبص على الكونسيبت بتاع راس المال، ازاي نبص عليه، ازاي نظبطه، ازاي كمان ايه الحاجات اللي انت محتاجه تبقي فاهماها في راس المال بتاع المشروع بتاعك. اول حاجه لازم تبقي فاهماها ان انت بيخشلك فلوس. الفلوس ديت ايذر من انفستر، فانت جبتي حد يستثمر في المشروع بتاعك، او انت دفعتيها من فلوسك الشخصيه، ان انت قررتي ان انت هتفتحي مشروع ما فعملتي ويب سايت وعملتي البيزنس بتاعك. فاحنا عندنا بنبتدي براس المال اللي هي بتكون فلوس خارجيه من خارج البيزنس، مش معموله في البيزنس ذات نفسه. لما يكون معانا راس المال ده، انت بتبقي عايزه تسالي نفسك انا هحط الفلوس ازاي. فهنا احنا هنخش في الكونسبت التاني اللي هو البادجيتنج. ازاي هقسم راس المال اللي معايا؟ لا تسي ان انت راس المال بتاعك $100، هدفع منهم $50 في التصنيع، هدفع منهم $20 في التسويق، وهدفع منهم $30 على اي ايمرجنسي هتبقى موجوده، هخليها وحطها في حسابي كده لو حصل حاجه اقدر ان انا احوش الفلوس دي. ده كده انت عملتي بادجت لراس المال اللي جالك في البيزنس بتاعك. لما باجي اعمل اي بادجت للبيزنس بتاعي لازم بفكر وبتخيل انا لما هدفع على البيزنس بتاعي $100، هل انا اتوقع ان انا يخش لي كام؟ وده هنا بيوديكي البوينت الاولانيه، انت عشان تعرفي انت هتصرفي كام على البيزنس بتاعك لازم تبقي عارفه ان انت البيزنس بتاعك دوت لازم يدخلك فلوس. فانا لو صرفت 100، اقل حاجه انا عايزاها ترجع لي هي ديت ال100. شفت انت الحركه دي؟ فاحنا عايزين ان احنا نبقى بنظبط البادجت بتاعنا. الكونسبت التاني اللي احنا عايزين نبص عليه هو انا توقعي للكاش فلو دوت قد ايه. فدوت هنا هيدخلنا في ثالث حاجه انت محتاجه تكوني مركزه معاها في البيزنس بتاعك، وهو الكاش فلو. الفلوس بتاعه البيزنس، الفلوس اللي هو الكاش اللي ممسوك، انا بيخش لي كام كل شهر وبيطلع كام من البيزنس كل شهر. دي حاجه مهمه جدا لازم تكون عندك في الحسبان، عشان انت لما تبقي فاهمه البيزنس بيخش له كام كل شهر وبيطلع كام كل شهر، بتبقي عارفة واخدة بالك ان احنا ماشيين صح ولا مش ماشيين صح. هل البيزنس دوت بيقع ولا مش بيقع؟ مش لازم الموضوع يكون معقد ان انا بقى حاسبة كل حاجة. انا هتكلم معاكي في الموضوع بشكل معقد as we go في الفيديو النهاردة، بس مش لازم تعقدي الموضوع على نفسك. تعالي ناخدها مع بعض كده ستيبس. دخل برأس المال، عملت له بادجت، وبعد كده هتابع الفلوس اللي خارجه واللي داخله في المشروع بتاعي. بس كده. لما تكوني واخده بالك الفلوس اللي داخله جايه منين والفلوس اللي خارجه بتدفع على ايه، هتقدري ان انت، هنرجع للستيب اللي بعدها لما نيجي نعمل البادجت للسنه بتاعتنا او للشهر بتاعنا او للكوارتر بتاعنا اللي هو كل 3 شهور، هتبقي فاهمه ايه هي الحاجات اللي بتبيع فبتدخلك دخل كويس، ايه الحاجات اللي مش بتبيع فمش بتدخلك دخل كويس، ايه الحاجات اللي اركز عليها لما اجي اصرف في البيزنس بتاعي واعمل انفستمنت، استثمر في مشروعي تاني وتالت ورابع لو انا جايبه فلوس من بره، ابقى فاهمه ده
بيدخل لي دخل، ده ما بيدخليش دخل. فده بيخلي ان انت لما تيجي تاخدي القرارات ان انت تكبري البيزنس وتعملي اي تغيرات في البيزنس، بتاخدي ديسيجن انفورم بيست على معلومات اوريدي عندك، انت حاسباها بالورقه وبالقلم، مش ماشيين كده بالويم. طيب انا دلوقتي عرفت البادجت، عرفت الفلوس رايحه فين وداخله منين، خلصنا؟ لا، تعالي بقى ناخد الموضوع للليفل اللي بعده. تعالي نسال نفسنا انا نفسي كده مشروعي ده يدخل لي قد ايه؟ يعني انا عايزه ابقى مليونيره، ولا عايزه ابقى بليونيره، ولا عايزه ابقى جازليونيره، ولا عايزه ايه؟ انا عايزه ايه؟ احلامي طبعا كلنا عايزين نبقى كل حاجه في الدنيا، بس حقيقه احنا عايزين نبص على كذا حاجه. اول حاجه عايزاكي تبصي عليها هي الريفينيو، الفلوس اللي داخله البيزنس. ماليش دعوه بقى هي داخله منين، انا ايه هي البيزنس بيخش له دخل قد ايه. ممكن تبقى انت دافعه $100 في التسويق ودخلك $100 ريفينيو عادي خالص، فانت مش كسبان، بس هي دي الريفينيو، ان احنا نبقى فاهمين مدخول البيزنس كام. الحاجه الثانيه اللي احنا عايزين ان احنا نعملها، ان احنا بيست على الريفينيو دي احنا عايزين ناخد قرارات في البيزنس تساعدنا ان احنا نحط اهداف. يعني انا لما باجي احط هدف، الهدف ده بيكون بيست على انا قبل كده حققت كام وعايزه احقق كام في المستقبل. فهقول ان انا النهارده حققت $100، هزود عليها 30% ال3 شهور الجايه مثلا، فهدخل $130. فدوت هي دي الطريقه اللي انت بتبصي عليها، ان احنا لما نيجي نحط اهداف بتبصي على الريفينيو بتاعتك، المدخول اللي داخل كام وازاي اقدر ان انا اعليه. بنبص كمان على الفلوس اللي طالعه، الاكسبنسز، المصاريف بتاعتي، وابتدي ان انا اقسمها لليفلز. انا بصرف في ايه؟ التسويق انا صرفت فيه كذا، التصنيع انا صرفت فيه كذا، الايجار المكان اللي انا قاعده فيه صرفت فيه كذا. فهبتدي ان انا اخد كل الفلوس اللي طالعه من الكاش فلو بتاعي، اقسمها لمصاريف، وابتدي اشوف هل المصاريف اللي انا بصرفها دي صح ولا لا. طيب هل انا مغطيه من الفلوس اللي داخله المصاريف بتاعتي؟ لو لأ، يبقى أنا محتاجة أقلل المصاريف بتاعتي. فهبص أشوف المصاريف اللي أنا قسمتها ديت أنا قسمتها على إيه، وابتدي إن أنا أظبطها. من هنا أقدر إن أنا أسأل نفسي طيب أنا دلوقتي قللت المصاريف اللي عليا، محتاجة إن أنا أزود بقى الدخل بتاعي كمان عشان ابتدي إن أنا أوصل للجولز بتاعتي. هنا هنبتدي إن إحنا نسأل نفسنا هل أنا مسعرة منتجاتي صح؟ يعني هل أنا كل الحاجات المصاريف بتاعتي دي محملاها على سعر المنتجات بتاعتي؟ 80% من الوقت لما بقعد في استشارات مع كلاينتس عندي بلاقي ان لا، ان انت كتير جدا بتكوني مش مظبطه المصاريف بتاعتك، ودوت مأثر بشكل نيجاتيف على التسعيره بتاعه البيزنس بتاعك، ان انت بتلاقي نفسك في الاخر انت دافعه حاجات من جيبك كتير قوي versus ان التسعيره بتاعتك انا مش عايزه اعليها واحنا عندنا موديلز كتيره جدا وطرق كتيره جدا للتسعير، بس اهم حاجه ان انت تكوني لما تيجي تسعري لازم تكون كل مصاريفك متحملة على سعر المنتج ده. الحاجة التانية برضو لازم تكوني واخدة بالك منها، ان انا لما باجي اسعر منتجاتي لازم ابقى برضو واخدة بالي من الكوميونيكيشن ما بيني وما بين السبلايرز بتوعي. يعني غلطه بشوفها جدا مع كلاينتس عندي، ان انت ممكن تكوني بتكلمي سبلاير بيعمل لك الاكياس مثلا وهو اداكي سعر النهارده وانت مش عارفه السعر دوت لحد امتى، وبعدها جيتي تعملي منه اوردر بعد 3 شهور قال لك لا ده السعر اتغير، جيتي تعملي منه اوردر بكره قال لك لا ده السعر اتغير. اي سبلاير انت بيحصل اي كوميونيكيشن ما بينكم، لما يديكي كوت يقول لك ان سعر الحاجه ديت سعرها كذا، هتقولي له طيب السعر دوت ثابت لحد امتى؟ دوت مفيد جدا في البلاد اللي فيها نسبه تضخم عاليه او فيها عدم ستابيليتي في اسعار الفورين كارنسي، ده بيبقى حلو قوي عشان تبقي انت متفقه مع السبلاير بتاعك ان هو هيديكي الاكياس بتاعه البيزنس بتاعك مثلا بسعر كذا، بكره ما ينفعش يجي يغير الا لو هو قال لك ده سعر النهارده بس. فانت عايزه ان انت لما تيجي تسعري تبقي واخده في الحسبان حاجه زي كده. فلازم الكوميونيكيشن مع كل السبلايرز بتوعك ومع كل الاماكن اللي انت بتشتغلي معاها تبقي حاطه بند في عقد بتاعك اسمها validity 2، ان انا السعر اللي انت بتديهولي ده valid لحد امتى، هيفضل ثابت لحد امتى. فدوت بيخلي ان الدنيا عندك بتبقى ستيبل اكتر لما تيجي تسعري منتجاتك وما تدفعيش حاجه من جيبك. حاجات تانية لازم تبقي واخدة بالك منها، ان انا مش معنى ان انا اشتريت حاجة النهاردة سعرها مثلا $100 ان هي بكرة برضو لما اجي ابيعها هبيعها $120، عشان ده كده معناه لو انت مثلا في نسبة التضخم عندك 30% ما ينفع انت كده، ما انت اصلا كده خسرانة 10%،
من ثمن المنتج ده. ففي حاجات كتيرة جدا لما بتيجي تسعري منتجاتك بتحسي اللي هو اوكي لا، انا في حاجات كتيرة جدا مش واخداها في عين الحسبان. علشان كده عايزاكي تبقي فاهمة الكونسبتس بتاعت مصاريفك، وتبقي انتي on top of ايه اللي داخل ايه اللي طالع، هنظبطه ازاي، ولما نظبط حاجة زي كده does it make sense ولا لا. فأنا عايزاكي تسألي نفسك، أنا دلوقتي الكونسبت بتاعت الفلوس، هل أنا on top الفلوس ومصاريف البيزنس بتاعتي؟ لما تبقي عاملة كده هتقدري ان انت تسعري صح، وهتقدري كمان انت تظبطي اللي داخل واللي طالع في البيزنس بتاعك بشكل صح، وتعملي ديسيجن بيزد على الأرقام اللي انت شايفاها النهاردة. انا لو قررت ان انا هبطل ابيع منتج لازم يكون في سبب لده، مش عشان هو بيتعبك، لا عشان مش بيدخل لي مصاريفه مثلا، وهكذا. فديت الحاجات كلها ان انا عايزاكي تبصي عليها وانتي بتعملي التسعيره بتاعتك، وانتي كمان بتظبطي المصاريف بتاعتك. طبعا احنا بيجي لنا فيدباك كتير جدا، ناس كتير جدا محتاسه جدا على التسعيره بتاعتها، وان انت تبقي يور مانجينج التسعيره بتاعتك. الموضوع بسيط وسهل جدا. انت محتاجه تفهمي ايه اللي داخل ايه اللي خارج، وبيز على ده تاخدي كل اللي داخل واللي خارج وتظبطيها وتسعري المنتجات بتاعتك. وهو دوت اللي انت هتعلميه في الكورس بتاع التسعير. الكورس بتاع التسعير ببساطه بيعلمك ايه؟ بيعلمك كل الكونسبتس اللي انت محتاجاها اللي ليها دعوه بالفاينانسز بتاعه البيزنس بتاعك. وبعد كده انا بديكي الموديل، بعلمك موديلز مختلفه، وبقولك ازاي تبيعي، وبقولك كمان ازاي ان انت البرايسنج بتاعك بيأثر في سيكولوجية العميل بتاعك من ناحية التسويق. فانت على حسب طريقة التسعير بتاعتك تقدري ان انت تعلي او تقللي من السعر بتاعك. و80% من الوقت معظم الناس بتحتاج اكشن هي تعلي السعر بتاعها. انا هسيبلك تحت التفاصيل بتاعة الكورس كلها، خشي عندي على الموقع وحجزي السلوت بتاعتك. الكورس دوت كلمة ان هو هيفيدك is an understatement. الكورس خطير مفيد جدا جدا جدا، فالحقيقي خدي مكانك. عايزاكي كمان ان انتي تفهمي شوية كونسبتس زيادة شوية عن بس الحاجات اللي احنا قلناها. احنا في البيزنس لما بنيجي نشتغل مع اي محاسب بيقول لي انا عايز الانكم ستيتمنت بتاعتك. يعني ايه انكم ستيتمنت؟ ايه هي الانكم ستيتمنت؟ انا ببص على الفلوس اللي داخله والفلوس اللي خارجه، والفرق ما بينهم هو المكسب بتاعي انا كبزنس، وانتي بتدفعي ضرائب بس على ده. فاحنا بنبقى عايزين ان احنا نبقى فاهمين انا البزنس بتاعي ناجح ولا لا من خلال الانكم ستيتمنت بتاعتك. وطبعا على حسب انتي البزنس بقاله قد ايه في السوق وهكذا، بس الانكم ستيتمنت بتاعتك حاجه مهمه جدا. فدي حاجه برضو هتكون attached موجوده في الكورس بتاع البرايسنج. وفي كمان اكسل شيت هتقدري ان انت تعملي لها داونلود في الكورس بتاع البرايسنج تساعدك ان انت تسعري المنتجات بتاعتك. I hope ان الفيديو دوت كان مفيد بالنسبه لك. انا حاولت كده ان انا اختصر كل حاجه ليها دعوه بالفاينانسز للبزنسز، وهي هتبقى حاجه هتساعدك جدا ان شاء الله in the future باذن الله. لو انت عندك اي سؤال ليه دعوه بالفاينانسز بتاعه البزنس بتاعتك، عايزاكي تقولي لي انت بتستخدمي اي موديل في التسعيره بتاعتك، ولو انت كمان بتستخدمي اي حاجه عشان تساعدك، هل في ادوات انت بتستخدميها عشان تساعدك في حسابات الشركه، ولا انت ماشيه كده لله وعلى الله كده والدنيا عندك محتاسه خالص؟ قولي لي كل الكلام ده في الكومنتس، و I will see you إن شاء الله في الفيديو الجاي.